جربي تعملي المكرونة بالطريقة دي وعمرها ما تعجن معاكِ أبدًا، 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 وهتعمليها على طول وهتعتمديها دايمًا، دايمًا في عزوماتِك وفي كل أكلاتِك، خطيرة جدًا، 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 جربوها سهلة أوي، أوي. المكرونة دي هاحط الأول معلقتين زيت تمام، المكرونة دي كانت المكرونة اللي هي العُقَل تمام، أنتِ ممكن تحطي أي نوع مكرونة أنتِ بتحبيه. الأول هاحمّرها هادّيها لون كده إيه، أول ما تاخد لون معايا دهبي كده، هانزل عليها بقى بإيه، ببصلاية كده مفرومة كويس، أول ما تاخد اللون الدهبي. بعد كده بقى هابدأ أقلِّب كمان لحد بقى ما تاخد لون إيه، بُني حلو كده، أول درجة في درجات البُني يبقى لونها فاتح كده. بعد كده بقى هاعمل إيه، هاكون عاملة معايا عصير طماطم مسبِّكاه كويس أو ممكن تستبدليه وتحطي صلصة تمام، وهابدأ بقى أقلِّب كويس كده وهاحط كوبايتين مَيّة كبار، أنا المكرونة دي كانت معايا نُص كيلو، أنتِ ممكن لو هتحطي كمية أكتر تضاعفي بقى المَيّة بتاعتِك. أنا هاحط كوبايتين مَيّة كبار لإن هي متحمّرة كويس، هتستوي جدًا، جدًا ومش هتعجِّن وهتبقى خطيرة أوي. البهارات بقى هاحط ملح وفلفل، وممكن تحطّي مرقة لو أنتِ تحبّي طعم المرقة حطّيها، بس. مش قادرة أقول لكم بقى جميلة جدًا، 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 أول بقى ما تبدأ تبقبق معاكِ كده وتشرب المَيّة، هتقلّبيها شوية وبعد كده هتسيبيها على البوتاجاز وما تطفّيش ما تولعي ما تسيبيش النار عليها كتير، بس. وبعد كده بقى سيبيها هي هتكمّل سواها في الشوربة اللي فيها كده، مش قادرة أقول لِك شايفة عاملة إزاي؟ كانت بقى جميلة جدًا، جدًا ومش معجّنة أبدًا. يالّا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.